آفاق جديدة للنمو والتنمية الاقتصادية عبر مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط. يشهد الساحل الشمالي الشرقي للمغرب تحولاً استراتيجياً غير مسبوق بفضل مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي أصبح اليوم أحد أكبر المشاريع المهيكلة في تاريخ المملكة الحديث. فهذا الصرح البحري الضخم لا يقوم فقط على تشييد منشأة مينائية حديثة، بل يؤسس لمنظومة لوجستية وصناعية وتكنولوجية متكاملة تعد من أهم المشاريع الواعدة في فضاء البحر الأبيض المتوسط. ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية ملكية بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز اندماج الاقتصاد المغربي في سلاسل التجارة الدولية والارتقاء بجاذبية البلاد للاستثمارات الكبرى وبناء أقطاب اقتصادية جديدة تسهم في تنمية المناطق وتوازنها المجالي. 1. مشروع استراتيجي يعيد تموقع المغرب في خريطة التجارة العالمية. منذ إطلاق المشروع اتضح أن المغرب يتجه نحو مرحلة جديدة من تطوير ممراته البحرية وتعزيز دور موانئه في الاقتصاد العالمي. فموقع ميناء الناظور غرب المتوسط المطل على واحد من أهم المسارات البحرية بين 3 قارات يمنحه قوة استراتيجية استثنائية. ويمثل المشروع قطباً لوجستياً وصناعياً يضم ميناء حديثاً قادراً على استقبال أكبر سفن الحاويات في العالم، منطقة حرة صناعية موجهة للسلاسل الإنتاجية والتصديرية، منصة لتخزين الطاقة والصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، مساحات واسعة للتخزين والتوزيع والتجميع. هذا التكامل يجعل الميناء منصة محورية بين أوروبا وإفريقيا، وركيزة أساسية لتطوير سلاسل التوريد الدولية. 2. دينامية جديدة للنمو الاقتصادي في شمال المغرب. يشكل المشروع رافعة تنموية كبرى لإقليم الناظور ومحيطه، حيث ينتظر أن يحدث نقلة نوعية في البنية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. ألف، خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. آلاف الوظائف خلال مرحلة الإنشاء، وظائف دائمة في قطاعات الصناعة، الخدمات اللوجستية، النقل البحري، الطاقات، التجارة والصيانة. باء، استقطاب استثمارات دولية. يشكل الميناء منصة جذابة للشركات العالمية الباحثة عن موقع قريب من الأسواق الأوروبية، تكلفة إنتاج أقل، استقرار سياسي واقتصادي، منافذ مباشرة نحو إفريقيا جنوب الصحراء. ج. تطوير الاقتصاد الأزرق. سيسهم المشروع في بروز صناعات بحرية جديدة تشمل صناعة وإصلاح السفن، تكنولوجيا الموانئ، الطاقات البحرية المتجددة. ثالثاً، إعادة تشكيل المشهد اللوجستي في الشمال. سيحدث الميناء ثورة في حركة التجارة بالمنطقة من خلال رفع القدرة على معالجة ملايين الأطنان سنوياً، استقبال سفن عملاقة كانت غير قادرة على الرسو سابقاً، فتح خطوط بحرية جديدة تربط شمال المغرب بموانئ عالمية. وبات الشمال المغربي بفضل هذا المشروع في طريقه ليصبح قطباً لوجستياً مكملاً لطنجة المتوسط، مما يعزز مكانة المملكة كقوة مينائية كبرى في البحر المتوسط. 4. فتح آفاق جديدة للتجارة الدولية. من أهم رهانات المشروع تعزيز اندماج المغرب في سلاسل الإمداد العالمية عبر تقليص تكلفة النقل الدولي، تسريع معالجة الحاويات، جذب شركات إعادة التصدير ري إكسبورت، استقطاب شبكات التوزيع العالمية. وسيشكل الميناء نقطة عبور رئيسية بين أوروبا إفريقيا، أمريكا الشمالية إفريقيا، آسيا المغرب، ما يجعل الناظور بوابة مستقبلية للتجارة متعددة الاتجاهات. 5. تأثير شامل على التنمية الحضرية والاجتماعية. ألف، تقليص الفوارق بين الجهات من خلال توفير عمل واستثمارات جديدة في منطقة ظلت لعقود تعاني تأخراً تنموياً. باء، تطوير النسيج الحضري. ستشهد المدن المحيطة دينامية جديدة تشمل توسعاً عمرانياً متسارعاً، تحسن الخدمات والبنية الاجتماعية، ارتفاع قيمة الأرض والعقار. ج. تحسين معيشة السكان
عبر تشغيل الشباب وتطوير الخدمات وإطلاق برامج تنموية مرافقة. 6. تطوير البنية التحتية المتكاملة، شرط النجاح والريادة. يدعم المشروع منظومة واسعة من البنى التحتية الرضرية والسككية والرقمية، تهدف إلى ضمان فعالية التشغيل ورفع تنافسية الميناء على المدى البعيد. أولاً، شبكة طرقية وسككية حديثة. 1. الربط بالطريق السريع، تحسين الطرق بين المدينة والميناء، فتح محاور جديدة لتسهيل حركة الشاحنات، الربط المباشر بالطريق السيار فاس وجدة. 2. خط سكة حديد يهدف إلى ربط الميناء بالشبكة الوطنية، تسهيل نقل البضائع بسرعة، دعم الخطوط التجاري التي نحو إفريقيا. 3. ممرات نحو إفريقيا، لتعزيز الطابع القاري للمشروع عبر ربط موريتانيا والسنغال ودول غرب إفريقيا، خلق ممر تجاري جديد للمملكة في قلب القارة. ثانياً، البنية التحتية الرقمية نحو ميناء ذكي سمارت بورد. 1. شبكات اتصال عالية السرعة لتحسين إدارة الحاويات والسفن، التواصل الفوري بين المنصات اللوجستية. 2. مراكز بيانات داتا سنترز موجهة لتخزين بيانات التجارة، دعم الشركات العاملة في المنطقة الصناعية، تطوير حلول رقمية متقدمة. 3. الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لإدارة حركة السفن، تتبع الحاويات، إدارة الطوارئ، مما يحول ميناء الناظور إلى أحد أكثر الموانئ تطوراً في المنطقة. خاتمة، مشروع يصنع مستقبل الشمال ويعزز نفوذ المغرب البحري. لا يمثل مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط مجرد بنية تحتية، بل رؤية اقتصادية شاملة ستغير مستقبل المنطقة وتعيد تشكيل الدور الجيو-اقتصادي للمغرب في البحر المتوسط وإفريقيا. من خلال البنى التحتية الحديثة والمناطق الصناعية والربط السككي والطريقي والرقمنة والذكاء الاصطناعي، يضع المغرب الأسس لمرحلة جديدة من الريادة البحرية والاقتصادية. إنه مشروع يصنع مستقبل جهة الشمال ويقود المغرب بثبات نحو مصاف القوى المينائية العالمية.